السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدًا وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. أولًا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخل مع بعض في مكونات الوصفة. المج ده هاعاير بيه 3 مجات من الدقيق المنخول الممسوح، بس 3 مجات مش هنكبس المَج. وبعد كده معايا 3 معالق من اليانسون، وهاخد اليانسون في الهون واطحنه نص طحنة. لو انت حابة تعمليه في الخلاط اعمليه في الخلاط، مطحنة الخلاط يعني، واطحنيه نص طحنة، مش عايزاه بودر، مش عايزاه ناعم، انا عاوزاه بس كده يعني مدقدق او مكسر. زي ما انتم شايفين كده انا طحنته هنا نص طحنة. هبدأ اضيف اليانسون للدقيق المنخول، وزي ما قلت لكم لازم الدقيق يا جماعة يكون منخول، حتى لو انت لسه جايباه من عند العطار او انت لسه جايباه من البقالة. زي ما انتم شايفين كده هنا هضيف معلقتين من البيكنج باودر، معلقتين ممسوحين، أي ما يعادل 25 جرام من البيكنج باودر. طبعا الكيس البيكنج باودر ده تقريبا 16 جرام، فأنا كملت عليه من كيس تاني، يعني حوالي لو انت عندك ميزان المطبخ هتوزني 25 جرام من البيكنج باودر. معايا هنا ذرة من الملح، طبعا الملح ده بيعادل سكر الحلويات أو أي حاجة بنحط فيها سكر، ضروري جدا ذرة الملح دي. ببدأ هنا أقلب المكونات الجافة مع بعضيها وهركنها. دي كده مكونات الجافة، مش هحتاج أكتر من كده. بركن هنا المكونات الجافة وهبدأ هنا في المواد السائلة. عبارة عن إيه المواد السائلة اللي هستخدمها في الوصفة بتاعتي؟ سهلة جدا وبسيطة ومكونات يعتبر في كل بيت. عبارة عن 4 حبات من البيض المتوسط، طب لو البيض كبير ممكن نستخدم 3 بس. 4 حبات من البيض، ولازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، بمعنى إن هما لو في التلاجة هنخرجهم من التلاجة قبل الوصفة بساعة عشان خاطر ياخدوا درجة حرارة الغرفة. زي ما انتم شايفين كده ببدأ هنا أحضر البيض، وطالما بيض هنضيف هنا معلقة من الفانيليا السايلة، والفانيليا السايلة في الوصفة دي بتبقى حلوة أوي. بعد كده هضيف معلقة من الخل الأبيض، وزي ما قلنا الخل الأبيض مع البيض حلو وبيفتح الوصفة بتاعتنا، وكمان بيعتبر المحسن لأي مخبوزات. وهضيف هنا كمان كوباية بالظبط كده أو 200 جرام من السكر، ومعايا كمان كوباية من الزيت النضيف، الزيت يكون لونه فاتح، بلاش يا جماعة نستخدم زيت لونه غامق عشان الوصفة يبقى طعمها ده بسكوت، يبقى طعمه حلو وريحته بتبقى حلوة. هبدأ كده أضرب المواد السائلة مع بعضيها لحد ما السكر يدوب في البيض وفي الزيت ويتجانس المخلوط. تمام كده زي ما انتم شايفين شكله كده، مش محتاج ان انا اعمله في الخلاط، لو انت حابة تضربيه في الخلاط مفيش مشكلة. تمام كده هبدأ كده أضيف المكونات الجافة بتاعتي، يعني هضيفها على دفعات، مش هضيفها مرة واحدة. ويفضل إن في الآخر أسيب حوالي 4 معالق من المكونات دي، ما أضيفهمش زي ما أنا ضفتهم كده، عشان خاطر إن أنا المفروض إن الوصفة بتاعتي يكون الخليط هنا يعني مش متماسك أوي، لكن أنا ضفتهم كلهم. وطبعا هنا دقيق بيختلف، أنا كنت عاملاها قبل كده وبال3 كوبايات كانت تمام، وطبعا للأسف أنا غيرت نوع الدقيق، فطبعا بيختلف من دقيق لآخر، لكن هي تمام برضو كده، يعني المكونات كده مظبوطة إلى حد ما. زي ما انتم شايفين معايا كده هبدأ بالسباتولا وأبدأ أقلبهم، أو ممكن بإيدك عادي مفيش مشكلة. زي ما انتم شايفينها عاملة كده، هي بتبقى مايلة يعني للكيك اللي هو بيبقى تخين قوي، لكن طبعا عشان انا زودت ال3 معالق دقيق دول، وفي الدقيق ده ما كانش محتاج ان انا ازود الحبة اللي في الاخر عشان تنزل معايا يعني شبه سايلة شوية. ببدأ كده بالسباتولا بفردها، طبعا احنا اللي هنفردها، ما تنتظريش ان هي تتفرد زي الكيك، هي طبعا طريقتها يعني قريبة جدا من الكيك، ولكن هنا احنا طبعا ما استخدمناش اي سوائل غير الزيت بس. ببدأ هنا ببل ايدي بحبة من الزيت البسيط، وببدأ اساوي السطح بتاعي على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين كده، او بالسباتولا اسويها برضه هتتساوى معايا زي ما انتم شايفين كده. بس هي لو كانت يعني اخف من كده شويه هتتساوي معاكم كلها، هتطلع احجام واحده، لكن انا عشان ضفت هنا ال3 معالق دي الزياده فكانت واخده يعني ايه الاحجام شويه مش مظبوطه زي ما هتشوفوها معايا. بس بجد طعمها روعه جدا 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 ومفيده ومغذيه.
طبعا دخلتها على فرن زي بسويها زي الكيك بالظبط. بيكون الفرن سخن، وبعد كده ببدأ قبل ما أدخل الصينية بيكون على 180 درجة أو درجة متوسطة، وأبدأ أسويه زي الكيك بالظبط. خدت معايا حوالي نص ساعة وخرجت بالشكل ده. طبعا أنا قطعتها على طول، وفي صاج تاني بدأت أقلب الوش اللي هو زي ما انتوا شايفينه كده، اللي هو طبعا من تحت ومن فوق كده مش واخد لون. وهبدأ أدخلها الفرن تاني وأبدأ كده أحمصها. وطبعا انت اللون ده بيرجع لك انت زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا حمصتها قوي لان احنا بنحبها متحمصه قوي. بتطلع بسكوته هشه جدا، وعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله جميله وقرمشتها حلوه قوي قوي، وشكلها كده بيبقى قريب من الشبوره او من الفايش الصعيدي، لكن طعمها مختلف تماما تماما. بسكوت ينسون طعم حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم هي بتبقى خفيفة وهشة جدا، وقرمشتها بتبقى باينة. يعني أنا كده على طول بعد ما خرجتها، بس أنا مدياها لون، يعني اللون شوية كتير. انت لو حابة ان يكون اللون بتاعها اقل من كده عادي، تخلي بالك من اللون وانت بتحمصيها في الفرن. دي كانت وصفتنا اليوم، يا رب الوصفة تكون نالت اعجابكم. وطبعا ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة دي اللي ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد مني. زي ما انتم شايفين كده الكمية حلوة قوي، من 3 كوبايات من الدقيق عملت لي كمية حلوة قوي. وبقول لكم يعني انا مش صابرة عليها، مجرد ما طلعت انا وريتها لكم وما شاء الله هي مقرمشة وهشة وجميلة جدا. لما تصبري عليها هتلاقيها كمان ما شاء الله يعني بتنشف بسرعة جدا. طعمها حلو قوي، وتقدري تحفظيها في اي مكان خارج التلاجة طبعا لان هي متحمصة. وبكده أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله.